معاكي نص كيلو بانيه مش عارفة تعملي بيه ايه، عايزة تجددي وما تعمليش بيه بانيه مقلي، هنعمل النهاردة بنص كيلو البانيه احلى بانيه محشي في الفرن ولا اروع. يلا بينا يلا بينا نبدأ الخطوات. معانا الصينية بتاعتنا هندهنها شوية زيت، دي اول حاجة. بعدين هنجيب شرايح البانيه وهنحشيها. معانا حاجتين، تركي مدخن وموتزاريلا او ميكس تشيز. انا استخدمت ميكس تشيز عشان الموتزاريلا هحطها من فوق. اللي مش عايزه تحط تركي مدخن، ده كان عندي تركي مدخن انا في الفريزر فطلعت استخدم. انت عايزه تحطي لانشون ماشي، عايزه تحطي ميكس تشيز او موتزاريلا بس ماشي، عايزه تحطي كمان معاهم خضار، فلفل الوان، اي خضار محشي جواه، طماطم، بصل، كل حاجه تنفع معاه. هنلف كده قطعة البانيه، وبعد كده نمسكها بالخلة ونسيبها على جنب. هنعمل كل الكمية بتاعتنا بالشكل ده. هنمسك كل شريحة بانيه، والبانيه ده يا جماعة مدقوق، يعني متقطع شرايح وانا دقاه، بس طبعا عشان الفيديو ما يطولش ما طلعتش دي في الفيديو، لكن انا دقاه يعني عشان يبقى سهل السوى، ياخدش وقت في السوى في الفرن، يبقى سريع. بنلف كده كل قطعة بنحشيها ونلفها. طبعا الفيديو اهو باين عليه ان هو سريع، مش هي دي السرعة الطبيعية بتاعته. بنلف كل الكمية. دي اخر واحدة بنتي بتحبه من غير موتزاريلا او ميكس تشيز، فانا عملتها من غير موتزاريلا وميكس تشيز. هنرصها في الصينية، نحط معلقة زيت واحدة بس، وبعد كده نرص في الصينية. معانا كوباية دي صلصة، عايزة صلصة جاهزة ماشي، عايزة صلصة طماطم ماشي. انا دي حطيتها صلصة ومعلقة زيت وتوابل بسيطة خالص، ملح وفلفل مش كتير، وعليها موتزاريلا من فوق. بعد كده دول اخر شوية من الميكس تشيز انا حطيتهم فوق. دي صينيتنا لما طلعت، طبعا مش عايزه اقول لكم الريحه تجنن. عملت معاها مكرونه، ده وايت صوص او الصوص المشروم، ينفع مع الاكله دي. هنحطها وتتقدم بالطريقه دي، يعني دي طريقه التقديم بتاعتها. عليها رشه بقدونس من فوق، وشكل طبعا الطبق واضح عليه ان هو طبعا مش محتاج كلام يعني. وطعم البانيه بالطريقة دي خطير خطير خطير. اللي بيحب الكوردن بلو هيحبه، لان هو فعلا في اقرب طعم ليه الكوردن بلو. طبعا هو سهل التقطيع، مش عايزه اقول لكم على الطعم، خطير خطير خطير. جربوا الطريقه دي واكتبوا لي في التعليقات عجبتكم عجبت اولادكم ولا لا. تحفه. ولو جربتوها بحشوات تاني اكتبوا لي برضو في التعليقات. والف هنا وشفا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. باي باي.